السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم البنات معايا في فيديو جديد. وش حوالكم يا ربي كامل تكونوا بخير. جيتكم اليوم بوصفة جديدة، حبيت نقدم لكم وصفة خبز الدار التقليدي بالسميد، يجي من أروع ما يكون، خفيف، بوصفة ناجحة، مقادير مضبوطة، ويجيكم من أروع ما يكون. إذا عجبتكم وصفتنا فقط ما تنسوش تعمل فيديو بجام وتعليق وبارتاج. ومرحبا بكل من زارت قناتي لأول مرة، نقولها ما تنسيش تشتركي معنا وتفعلي الجرس باش يوصلك جديد القناة إن شاء الله. عندي أول حاجة 6 كيسان تاع سميد، تعمدت نديرهم لكم بالكاس هكا لا باش أي وحدة تقدر تجرب الوصفة، خصوصا المبتدئات. 6 كيسان راح يخرجوا لكم 2 خبزات كبار تاع خبز الدار. سميد هنايا عندي سميد متوسط، من جهه خلاف نروح نحضر الخميره. نحط مغرف كبيره تاع السكر ومغرف كبيره تاع الخميره في اناء مع بعضهم، وراح نحط لهم الماء يكون دافي. هنا من الاحسن تحطوهم في حاجه شويه عاليه ولا واسعه، لانه الخميره راح تتفاعل باش ما تفيدش معاكم برك. نخلط جيدا حتى تذوب السكر والخميره، ونخليهم جانبا حتى يتفاعلوا. نرجع للسميد. هنايا راح نملح ونبسس السميد نتاعي. عندي مغرف كبيرة تاع الملح، ونبسس بكاس إلا ربع تاع الزيت. يعني المقادير راهي مضبوطة، يجيكم خبز الدار تقليدي جزائري من أروع ما يكون. البنات تقيدوا، تعمدت ندير لكم بالكاس كلش هكا لا باش يعني تنجح معكم الوصفة إن شاء الله. نحك السميد والزيت هذاك بين يديا مليح باش تتبسس ليه، وهذا الشيء يخلي الخبز تاعكم يجي خفيف من بعد. وشوفوا باش تاكدوا باللي السميد تاعكم راه مبسس، كي تضغطوا عليه يعني تشكل معكم كره. الخميره تاعي تفاعلت كما راكم تلاحظوا، راح نفرخها ونبدا نجمع العجينه بهذيك الخميره والماء الدافي. هنا دوك نبدا نضيف الماء تدريجيا ونجمع العجينه نسحقوها تكون عجينه طريه يعني تلتصق في اليد كما راكم تلاحظوا. هنا راح نزيد لها شويه تاع السانوج ونلمها غير بيدي برك بهذا الشكل. نحط شويه ماء لانه تلصق في القصعه البنات، لانه راهي يعني طريه بزاف. نحاول برك هكا نعجنها شويه باش هداك السانوج يدخل لي في كامل العجينه، وخلاص نلمها بهذا الشكل. هنايا نغطيها بكيس بلاستيكي ونخليها مده 20 دقيقه. نروح نوجد هنايا البيض. راح نفصل الصفار على البياض راح نحطوه ان شاء الله في العجينه، والصفار راح نحتفظوا به باش ندهنوا به الوجه تاع الخبز تاعنا. واش نديروا درك البنات؟ بياض البيض راح نخفقوه شويه بالفوي حتى تشكل لنا رغوه. من الاحسن تحطوه في حاجه شويه واسعه تضربوه مليح باش يطلع معكم يولي كي رغوه بيضاء بهذا الشكل. الصفار طبعا راح نخليها على جهه، والبياض هذاك راح نجي ندخله في العجينه. العجينه تاعي بعد مرور 20 دقيقه شوفوا كيفاش ولا الحجم تاعها. تلاحظوا باللي راهي اختمرت، السميد هذاك رطاب معاكم. هنا نبدا يعني نعجن فيها بهذه الطريقه، ماشي نعجن غير فقط البنات نهبط لها هذاك الهواء اللي فيها، ونبدا نضيف هنايا بياض البيض راح نضيفه تدريجيا. ندي هذيك الرغوه اللي من فوق ونبدا ندخلها في العجينه. طبعا علاش هنايا بياض البيض خفقناه؟ باش يعطينا خفه، يعني يكون نحطوه مباشره راح يخلي الخبز الدار تاعكم ثقيل، اما بهذا الشكل اللي يخلي الخبز الدار يجي خفيف. هنا كاين اللي رطبوا العجينه تاعهم بالحليب الساغ ومن بعد يزيدوا بياض البيض. كيف تحبوا ديروا البيض هو الاول ولا الحليب هو الاول كيما تحبوا. هنا نفس الطريقه نبقى نضيف في بياض البيض ونعجن بنفس الشيء حتى نفض كامل كميه بياض البيض اللي عندي.
هنا خلاص فضيت كميه البيض. شوفوا العجينه كيفاش ولات معايا. نبدا نضيف دوكا الحليب، عندي نص كاس تاع الحليب دافي، نضيفه تدريجيا نفس الطريقه، نزيد الحليب وندخلوه في العجينه. كي تنشف لي هذيك العجينه نزيد كميه اخرى من الحليب، وهكذا حتى نفض نص كاس تاع الحليب هذاك اللي عندي. بالنسبه لطريقه العجن هنايا ما تقطعوش العجينه البنات، غير برك ندلكوها بهذه الطريقه وندخلوا هذاك الحليب. هذا ما كان. راحين تلاحظوا بلي العجينه تاعكم راهي تطرى معاكم وتلصق في القصعه، هذيك هي المليحه، يعني العجينه تاعكم راهي في الصواب. لازم تكون تلصق شويه، معليش كل ما تلصق يعني تجيكم خفيفه اكثر، يجي خبز الدار خفيف اكثر ويجيكم روعه البنات. يعني سر نجاح الخبز تاعكم راح يكون كي تكون العجينه تتلاصق، يعني تكون طريه مليح. فضيت كامل كميه الحليب. هنايا ندهن يدي بشويه تاع الزيت وراح نلم العجينه، نلمها بهذه الطريقه وخلاص. هنايا فضينا العجن، خبز الدار تاعنا او العجينه راهي واجده. لمها برك هكالا باش ما تقعدش تلصق لي في القصعه وفي يديا. ومن بعد نقسمها على زوج كما قلت لكم، نديروا زوج خبزات بصحه كبار. البنات اللي تكون عندها صينيات صغار تقدر ديرهم حتى 3 خبزات صغار. هنايا نلم العجينه تاعي بهذا الشكل، يعني نلم الخبزه تاعي كامله بهذه الطريقه. هنا دايما ساعدوا يديكم بالزيت باش ما تلصقش وتعذبكم. نكورها مليح بهذا الشكل، نلمها يعني. وهنايا ما بقى لي غير نجيب الصينيات تاع الفرن اللي كنت دهنتهم بالزبده، تقدروا تدهنوه بالزيت عادي، تحبوا زيت تحبوا زبده. ونجيب العجينه نحاول برك نلمها مليح من تحت. وثاني هاد الفقاعات البنات حاولوا تنحيوهم، ما تخليوهمش في الخبز الدار، راح يعني يعطيكم فراغات يبشعوا لكم الشكل تاع الخبز. نفس الطريقه نجيب الخبزه الثانيه نغلقها مليح. شوفوا البنات راني نوري لكم كامل الخطوات. وهنايا راح نخليهم على الاقل 5 دقائق، من بعد نرجع باش نطرحهم. نوجد في هذاك الوقت صفر البيض، نحطوا شويه تاع الزيت ونخلطوا مليح هكا، نوجدوا باش ندهن من فوق الخبز تاعي. الزيت راح يخلي البنات هذاك صفر البيض يتطلق معاكم، وفي نفس الوقت يعطي للخبز الدار لمعه من فوق من بعد كي يطيب. هنايا نطرح العجينه تاعي، شوفوا كيفاش. حاولوا تطرحوها كامل على مستوى واحد، يعني كامل البلايص يكونوا قد. نزيد الثانيه. من بعد راح نثقبها في الوسط بهذا الشكل، يعني هذه كي تثقبوها البنات تخلي الخبز دار تاعكم يجيش في الوسط عالي بزاف وعلى الطراف يكون هابط، يعني راح تخلي الخبز الدار يطيب قد. ندهنو بصفار البيض، نرش عليه ججلانيه وسانوج. وهنايا كما راكم تلاحظوا هذه تاني رشيت عليها ججلانيه وسانوج. راح نغطيهم ونخليهم يختمروا البنات حوالي نص ساعه خلاف، ولا المهم على حسب يعني درجه الحراره والبروده اللي عندكم في الكوزينه. خليهم حتى يضاعف الحجم نتاعهم كما راكم تشوفوا. من بعد هنايا راح ندخلهم يطيبوا على 200 درجه. لما يحمروا من تحت نشعلهم من فوق ياخذ اللون الذهبي هذا، ونخرجوهم بهذه الطريقه. الخبز تاعنا هنايا بعد ما خرج من الفرن راهو مازالوا سخون البنات. نحاول فقط نقلع الاطراف بهذا الشكل باش كي نقلبها يعني ما تلصقش معايا في الصينيه. دائما خبز الدار تاعكم مع تخرجوه حطوه فوق المشبك، ما تخليوهش في الصينيه سخونه، راح تنديه لكم من تحت ويجيكم يعني يقعد رطب من تحت. اذا تحبوا خصوصا يقرمش حطوه مباشره بعد ما يخرج من الفرن فوق مشبك. راح نقسمه معاكم. هنايا مازال سخون، نفضل خبز الدار تخليوه فوق مشبك حتى يبرد خلاص، ومن بعد تقصوه باش كي تقصوه ما يعجنش معاكم. وشوفوا البنات كيفاش يجي الخبز تاعنا، يجي خفيف ويجي رطب ما شاء الله، غير بالسميد. تفاصيل كامل والخطوات كامل شفتيوها معايا في الفيديو، فقط تقيدوا بالخطوات، تقيدوا بالمقادير والطريقه خطوه بخطوه، ان شاء الله تنجحوا فيه. ما يعود عندكم حتى مشكل في خبز الدار تاع السميد، الخبز التقليدي الجزائري بدون اي اضافات.
يعني ما فيهش جهد بزاف، خصوصا هذه الطريقه ما فيهاش عجن بزاف وما فيهاش تعب بزاف. هذه الخبزه الثانيه البنات بعد ما خرجت كما راكم تلاحظوا. شوفوا هنا نتوقف شويه ونقول لكم اذا ما زلتوا تشوفوا الفيديو ما درتيوش جيم واش قاعدين تستناو، ديروا لي جيم وخليوا لي ارائكم في التعليقات وبارطاجيو الفيديو البنات لصحاباتكم هكا يتعلموا الوصفه، يتعرفوا على قناتنا وينضموا لها ان شاء الله. ما ننساش الاخوات اللي اول مره يزوروا قناتي نرحب بهم على القناه ونقول لهم ما تنساوش الاشتراك وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد من هذه القناه. البنات ما بقى لي غير نقسم معكم خبز الدار لنهار اليوم باش تشوفوا كيفاش يجي خفيف طري مقطن ويجيكم بنين تاني، لانه بسميد كما نعرفوا خبز الدار كامل اللي بسميد يجي بنين رائع جدا. ننصحكم تجربوه اذا جربتيوه، قولوا لي رايكم في التعليقات، وانا نتلاقى معكم في وصفه جديده ان شاء الله، والسلام عليكم.